في الفيديو ده إن شاء الله هنشرح أمر من أهم أوامر الASD واللي بيحل مشاكل كتير جدًا. لو أنا مثلًا عندي سيخ، رسمت سيخ عادي تمام، وليكن برجل مثلًا، ورسمت السيخ بالشكل ده تمام. طيب لو أنا حبيت إن أنا أزود طول السيخ مثلًا، حبيت إن أنا أعمل له stretch، السيخ ما بيتحركش معايا وما بيتحركش غير من النقطة دي تمام. طيب لو أنا عايز إن أنا أعمل له stretch من النقطة دي، إيه الحل؟ الحل في أمر explode الخاص بالASD. من هنا كده باختار explode واختار السيخ وباقول له OK تمام. هو عادي قاري إن هو سيخ ما فيش فيه أي مشكلة، بس الفكرة إن هو بيفصل لي الجزء ده عن الجزء ده، يعني أنا أقدر أتعامل مع الجزء ده لوحده والجزء ده لوحده تمام. ما فيش مشكلة أهو، السيخ ابتدى يتحرك معايا. نفس الكلام لو رجعنا كنترول زد كده قبل ما أعمل explode، لو أنا حبيت إن أنا أعدل الرجل برضه مش هيرضى، لازم تخش modify وتعدل من هنا طول الرجل. طيب برضه explode لو اخترت السيخ هقدر إن أنا أعدل الرجل ما فيش فيها أي مشكلة تمام. أوقات كمان لما بنيجي يبقى لو السيخ فيه كسرات كتير، يعني سيخ مثلا مشيت وليكن أنا مشيت كده ومشيت كده تمام. طيب أوقات لما باجي أعمل له المين تيبل الفايل نفسه بيضرب، ما بيقدرش إن هو يجمع لي كل الأطوال دي في الجدول الحصر، فبيبقى الحل إن أنا برضه أعمل له explode أوكي، وإن أنا أعمل الجدول بتاعي إن شاء الله مش هيضرب معاك. بس explode يعني الخاصة بالASD، مش explode اللي هي اختصارها X enter اللي هي الخاصة بالكاد العادي. لو أنا عملت كده السيخ بقى هيتحول لي كله لبولي لاين، كل ضلع أو كل خط لوحده مش قاري إن ده سيخ أصلا.